عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة. انا معاكم النهارده لولو من قناة لولو لايف ستايل، وده الجزء تاني للمشتريات بتاعة الشهر ده. الحاجات اللي انا نزلت جبتها برضو ميك اب ومانيكيرات. جبتهم من مزايا. اول حاجة انا اول مرة استخدمها، ما استخدمتهاش قبل كده، اللي هو الفاونديشن ده من ارتكو. ايه دي شكل الفاونديشن؟ ادي اسمه اهو. اوكي، فوكس. الفاونديشن ده هو باين من بره ان هو غامق، بس هو درجته من جوه فاتحه. ده رقم 2. الفاونديشن ده زي ما انتم شايفين لونج لاستنج، اويل فري، وكويس جدا للنهار عشان فيه SPF 20. حلو جدا. الكفر بتاعته حلوه وعاليه. كويس جدا يا بنات. انا البشرة بتاعتي مختلطة. يعني هي مختلطة في الشتاء، بتبقى مختلطة دهنية جافة، في الصيف بتبقى دهنية عادية. حلو جدا وعجبني، واللوك بتاعه حلو قوي. وفعلا هو لونج لاستنج، قاعد معايا امبارح تقريبا حوالي 8 ساعات. فحلو جدا يا بنات. لو انتوا عايزين تجيبوه هتلاقوه. انا جبته من مزايا ب 210. مزايا حاجتها غالية شوية، ممكن تلاقوه بره ارخص من كده، مثلا ممكن 180 200. مش عارفة، انا لقيته في مزايا. وده اهو، ده شكله. وبجد هو يا بنات حلو جدا. اللي عايزة تجيبه لا تقدر تجيبه. الحاجة بقى التانية اللي انا طبعا كنت كلمتكم عليها، بس هو كان خلصان من عندي. ومن الحاجات اللي انا كونسيلر حلو وانا بحبه، اللي هو ترو ماتش. وادي ده شكله. آه بجد هو حلو جدا. الكفر بتاعته عالية، رغم ان انا الهالات عندي هي مش في الطبيعي مش جامدة قوي، بس انا مع قلة النوم طبعا، اللي معاها بيبي صغيرين دي ما بتنامش اصلا، فشوية بقى بيبقى في اجهاد. لا حلو، الكفر بتاعه حلو. مش بيحتاج كوريكتور تحتيه ولا اي حاجة. لا، من الحاجات اللي انا فعلا عجبتني، وانا درجتي فيه تقريبا 2 برضو. لا بجد يا بنات حلو. واللي عايزه تجيبه تقدر تجيبه. انا جايباه برضو من مزايا ب115. اول مره اجرب اللي هي ريمال ستاي مات. لا حلوه. كويسه يعني. انا بحطها على فكره، انا وشي مش فيه عيوب كتير، فممكن لو انا مستعجله بحطها على طول واروح نازله. حلوه جدا جدا. بس هي درجتها جت يعني اغمق سنة صغننة من درجة وشي. دي 3. درجتها 3. اهي 3. هي بس هي مشكلتها معايا ان هي جت اغمق سنة، بس الغمقان ده حتى مش عامل لي مشكلة. حلوة جدا. بتثبت على الرغم ان هي بودر، بس بتثبت. ليها كفر حلوة، بتخلي الفينش بتاعك، اللوك بتاعك في الاخر كله مات. كويسة جدا. برضو بتستمر، بتقعد على وشك برضو فترة. الحاجة التانية اللي انا جبتها الكاموفلاج برضو من ارتيكو. ادي الشكل بتاعه هو ارتيكو كاموفلاج ستيك. ووتر بروف. جبت رقم 3. حلو جدا. لو انت عايزة عندك مثلا حباية وعايزة تخبيها، حلو جدا. ساعات بخبي بيه لو طلع لي مثلا شعريتين صغيرين تحت الحاجب كده، ومش عارفة اشيلهم، او مش نافع اصلا وما عنديش وقت. بالستيك ده بيختفوا. حلو جدا. حلو جدا. عامه الكاموفلاج ليه احتياجه، بستخدموش على طول، بس لازم يبقى موجود عندي. ده بالنسبه للحاجات اللي هي الميك اب. المانيكيرات، جبت الماركه دي، انا لقيتها في مزايا. هي ماركه جديده لسه نازله جديد، هي امريكيه. جربتها. ليها يعني، بصوا ليها ريحه كده، مش عارفه، هي ب25 جنيه عامه، بس ليها ريحة شوية زي ريحة الدوكو. يعني تحس ان انت حاطة في ايديكي ورشة دوكو وانت ماشية يعني. آه، ما جربتش بقى ثابت او مش ثابت، لان انا حطيت كده مجرد صباع كنت بجربه. هو اللون عجبني عامة، لونها حلو، بس هي طالعة هنا لونها
فاقع قوي، هي افتح من كده بكتير جدا، يعني اللون فاتح قوي. آم، حلوة من، لا بس مش من اول مرة، عايزة تحطي آه، كوشين على بعض عشان خاطر تبان. فمش من اول مرة، بس هي عامة لونها حلو. المانيكيرين التانيين انا جبتهم من ايفون. واحد ده لو هتعملي فرنش. كويس جدا. البيسك اللي هو بيبقى انا جايباه لونه على روز، هو ده اهو. حلو على فكرة وكويس وثباته كويس جدا، لاني انا كنت مجرباه قبل كده. وبتيجي دي علبته اهي. اللون التاني اللي انا جربته برضو هو لون كمانيكير، انا بحطه عادي ساعات، بينفعني لما تبقى ضفري مش متظبطه او مش عامله فيها اي حاجه. كويس جدا جدا جدا. عجبني حلو برضو. وده لونه هما تحس ان هما قريبين من بعض، بس هما مش قريبين من بعض قوي. يعني ده شويه على بيجات كده او على بنيات، لكن ده على روج شويه. ده على روج شويه، لكن ده على بنيات كده حلو. ساعات ببقى مش عايزه اعمل حاجه بقى في ضوافري، ومش عامله حاجه. وساعات بستخدمه برضو في الفرنش. آه بيبقى حلو برضو، ما مش وحش. ده بالنسبه للحاجات اللي هي ميك اب. الحاجه التانية اللي انا جبتها وهي ال الكريم ده من برضو ايفون، اللي هو كير. اظن مفيش حد في مصر ما يعرفوش. هو بزيت الارجان وفيتامين اي والجليسرين. حلو برضو، ايدي بتمتصه بسرعه، بيفتح الايد مع مرور الوقت، خاصه ان احنا في الشتاء، فشويه حتى في السواق ايديا مش هتسمر قوي مع الشمس، بحاول افتحها شويه واحنا في الشتاء. حلو جدا، بيمتص بسرعه. بتمتصوا الايد بسرعه جدا. مش فاكره بصراحه سعره قد ايه، مش فاكره انا حسبت عليه قد ايه بصراحه. آم، اهو هما كاتبين 3 في 1: كريم العناية باليدين والضوافر والبشرة. البشرة متصلبة، المحيطة حوالين الضوافر. دي الميزة بقى اللي انا كنت عايزة اكلمكم فيها، اني انا لما باجي بعمل بادي كير لايديا بحطه في ايدي، فبيطري لي الحتت اللي هي، بصوا يا بنات، يعني الحتت اللي حوالين الضوافر زي كده. اللي هي الحتت دي كلها بيطريها، فباجي اشيلها بالبنز او بالبتاع اللي بتبقى في المبرد، بتتشال معايا بسهوله ومش بتوجعني. وبيخليها طريه بعد كده، حتى لما بعملها بيخليها بتفضل على طول طريه، مش حتى بتتبهدل مني. ودي كانت الجزء التاني من المشتريات بتاعتي. انا بحاول اعمل لكم المشتريات ابديت اول باول، عشان الفيديو في الاخر ما يبقاش طويل قوي ويبقى ممل. فده تاني جزء. يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم، واكون قدرت اقول لكم الحاجات بالاسعار. بالنسبه للفرش، كلكم سالتوني على الفرش بتاعه الميك اب، جايباها منين؟ انا جايباها من جروب على الفيسبوك، من بنوته عامله جروب. الفرش بتاعتها حلوه، الماتيريال بتاعتها كويسه، كانت ب110، مش غاليه خالص. وكانت حلوه جدا جدا جدا. هسيب لكم تحت في الديسكريبشن بوكس اللي هو الويب سايت او الصفحه بتاعتها، تحت في الديسكريبشن بوكس. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ومستنياكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.